السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم ال 14 للفراخ، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين عطشانين جدا. اليوم الثاني لجرعة الكوكسكيور. اليوم الثاني نحط لهم الجرعة ونزود الفرشة معانا، لان الفرشة تحتيهم رطبة بسيط. المية قدامهم خالصة خالص اهي، ناشفة. المية اهي ناشفة خالص، خلصوها. نحط لهم الجرعة ونحط لهم يشربوا ونشوف كده دنيتنا ايه. ما شاء الله اللهم بارك، حيويتهم زي الفل. زي ما انتم شايفين، اول ما دخلت بصيت على الفضلات اهي قدامكم. ما شاء الله اللهم بارك، فضلات اهي حواليهم كلها ما شاء الله ناشفة على الكرتونة. ما شاء الله اللهم بارك. الفضلات الحمد لله ما فيهاش اي مشكلة عندي، الدنيا تمام. حيوية الكرتون حلوة، الفرخة حلوة. الاوزان ما شاء الله اللهم بارك زي الفل الحمد لله. نحط لهم السقوة ونشوف دنيتهم ايه. ونرجع تاني بعد ما نحط لهم السقوة نشوف هنعمل ايه. انتظروني. حطيت لهم السقوة اهو. بس على فكرة في كارثة حصلت معايا انا شفتها، وانا عارفة ان انا اتأخرت عليهم في المية. ايه هي الكارثة اللي ممكن تحصل لاي حد؟ انهم لما يعطشوا قوي بيجوا يشربوا الميه بشراهه، عطشانين طبعا. شوفي انت لما تكوني عطشانه جدا بره وجيتي من بره فعطشانه قوي بتشربي بطريقه عامله ازاي. هما النهارده كانوا كده. عفوا. جيت وانا بحط لهم الميه في بعد ما شربوا، في منهم ريل وهو بيشرب. ده طبعا اي حد هيشوفه هيتخض، هيقول ان ده مثلا ايه، برد. لا هو مش برد، هو انا دوست عليهم شويه في العطش. خرجت بره مشوار وجيت، كان السقايه زي ما انتم شايفين ناشفه. هي طبعا كتير بتبقى ناشفه كده، بس بيبقى ايه، انا سايباهم نص ساعه عطشوا وربع ساعه. لكن دي بقى لهم يجي ساعتين وزياده عطشانين، السقايه فاضيه، وانا عيالي ما بيعرفوش يدخلوا يعملوا لهم اي حاجه. ف ده نخلي بالنا قوي لو حصلت حاجه زي كده. نمشي معاهم على طول في السقوه بتاعتهم عادي، ما نتخضش، ما فيش اي مشكله. لكن لو حصلت الرياله دي في وقت مش عطشانين وهم كل ما بيشربوا بيريلوا كده، دي بتبقى برد. بنعصر ليمون على الميه، بنعصر ليمون على الميه او قرصين كنجستان على السقايه. لكن اللي حصل النهارده عندي ده علشان ان مفيش ميه بقالهم فتره كبيره، عطشانين من بدري. انتوا شايفين هم عاملين ازاي على الميه، بيقولوا ازاي. هتقولوا لي ليه انت حاطه سقايه واحده؟ انا قلت هحط سقايتين برضو لما اوسع المكان شويه. انا المكان عندي مش متحمل سقايتين الوقت. اول ما شربوا الميه انا نظفت العلافات اهو، نظفت العلافات من كل حاجه فيها. هبدا احط لهم العلف ونرجع مع بعض تاني. اهو حطيت العلف، في منهم اللي بدأ ياكل، في منهم اللي لسه بيشرب. مستمرين في الجرعة بتاعتنا. ده تاني يوم للجرعة الكوكسيديا، اللي هو بجيب لها كيس كوكس كيور. ده بجيبه من عند البيطر يا جماعة ب35 جنيه او ب40 على حسب. مش كل البيطريين بيبيعوهم زي بعض. انا بجيب الكيس 45 ب40 او ب35 زي ما قلت لكم. لو حد شاف ان في كتكوت وهو بيشرب او فرخ الميه نزلت من بقه، لو مش برد وعطش جامد ما يتخضش، ما يتخضش. من كتر الميه هم عاملين، من كتر ما شربوا ميه مش قادرين اصلا خلاص ياكلوا. انا كده النهارده اليوم ال 14 الحمد لله. فراخي حيويتها زي الفل ما شاء الله اللهم بارك، دنيتهم تمام. زودنا النهارده الفرشه، حطينا جرعه الكوكس كيور. انا ما فصلتش خالص الجرعه من اول يوم لتالت يوم. بجيب كيس بيكفيني ال3 ايام ورا بعض، افصلها يومين وارجع لها تاني. دي تحصينه مهمه جدا جدا جدا، بتفرق معايا. طبعا هنفصل كده اليوم من ال13 من اليوم ال12 يعني كده نص الدوره، يعتبر نص المده او تلت المده.
اهو شايفين الفرخ، شايفين الفرخ ده اهو الميه بيريل. نخلي بالنا لو لقيناه بيريل في الاكل في العلف نشيل الشويه اللي عملهم، لان بس ده لو برد نخلي بالنا ما نحطش العلف قدامهم يريلوا فيه وياكلوه تاني، لان كده هينقل العدوى لباقي الفراخ. لكن هما الوقت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرياله ديت مش برد، الرياله دي يا جماعه علشان العطش، علشان العطش. وعايزه اقول لكم حاجه، احنا لما نحط الجرعه، انا امبارح او النهارده الصبح دخلت عليهم بعد ما خدوا الجرعه لقيت انهم عاملين حمام او فضلات لونها مسمر شويه. ده نتيجه ان الكوكسكيور دخل معدتهم، الامعاء بينضف وبينزل. شايفين الكتكوت اهو، شايفين الفرخ ده اهو الميه عماله تنزل من بقه. لو هقول تاني، ده لو برد بنمسك العلافه نشيل منها العلف او الشويه اللي عمل عليهم الكتكوت او الفرخ علشان باقي الفراخ ما تبردش. انا هنا هتعامل ازاي؟ هحط نص ليمونه او قرصين كونجستال على السقايه، يا ده يا ده. لكن انا هنا مش هتخض، انا هنا عارفه ان هم عطشانين جدا اهو، شايفين انا هنا عطشان جدا فمش خايفه، ربنا يسترها. ما نقلقش، ما نتخضش، اي حاجه نحاول نتعامل معاها. كان في اخت بعتالي على القناه ان عندها كتكوت او فرخ 19 يوم جاله كشاشان ونفش ريشه وبعدها توفى. ده عدم تهويه، درجه الحراره عاليه عليهم، مش نظافه، عدم نظافه. ده كوكسيديا مسكت في الفرخ. نخلي بالنا نشوف التهويه حلو قوي، ننضف تحتيهم، نشوف درجة الحرارة على حسب العمر، لان كل فترة درجة الحرارة ايه بتقل. يعني انا رفعت الحاجات شوية، رفعت الشمعة بتاع دي رفعتها لفوق عشان انا كنت منزلاها عن كده، واللمبة رفعتهم لفوق. التهوية بحاول النهاردة كان الجو حر شوية، بحاول اعين الكرتونة شوية واحطها شوية. بلاش نهوي من الجناب يا جماعة ولا من الباب، بلاش الهوا يبقى عليهم على طول من فوق كده، يعني حوالي سنتي حاجة بسيطة قوي. نخلي بالنا بلاش نفتح عليهم باب ونقعد ونقول ايه، ما لا ما هو الجو عندهم دفى، لا اول ما هيدخل لهم الهوا ده هيبردوا منك على طول وهيبقى حوار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الدورة ماشية معانا زي الفل، دورتنا ماشية زي الفل، اللهم بارك. نكملها على خير وتوصل معانا للنهاية على خير بإذن الله يا رب. وإن شاء الله أي حد ليه سؤال يقول لي، مش هبخل عليكم بحاجة. واللي ليه عندي برضو يعني ليه معلومة حابب يقولها لي في حاجة أنا مش بعملها يقول لي. أنا الوقت اللي هعمل إيه، رشة جير أهو، بعد ما حطيت لهم المية رشة جير هرش رشة بعد الجير هرش، شايفين عشان المية وقعت وهم بيشربوا اهي، هرش رشة تبن وهقفل الدنيا وخلاص. وخلصنا على كده، وان شاء الله بكره نصور اليوم الثالث بتاع الجرعه. وكده اقدر اقول لكم شكرا جدا ليكم، متشكره جدا لكل وصل معايا لنهايه الفيديو. اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مع السلامه يا اعز متابعين واغلى اصحاب، مع الف سلامه.